السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي، يا رب كلكم تكونوا بخير. البطاطا بالكريمة، بس مش أي كريمة، كريمة مطعمة بالسمنة البلدي على وشها كراميل. دخلت الفرن تحت الشواية، بقت بالشكل التحفة ده. قربي معايا وشوفي البطاطا مع المهلبية مع الكراميل، ممكن تكون الطبق عاملة ازاي يا جماعة؟ خطيرة. مش سكر خالص، لكن طعم يجنن. البطاطا طبقة البشاميل واخدة تيست في حتة تانية. ايه طريقتها، ايه مقاديرها؟ ادخلي معايا الفيديو، ادخلي معايا القناة، هتلاقي المكونات سهلة جدا وبسيطة. ده البايركس اللي هعمل فيه، فمحتاجة 4 وحدات من البطاطا. طبعا العدد على حسب الكمية اللي هتعمليها. هقطعها حلقات بالشكل ده. البطاطا الحمراء قوي دي طعمها كويس جدا. ثلاث معالق من السكر او على حسب الرغبة. كوباية من المية، ومحتاجة البطاطا تشرب كل المية دي. هرفعها على النار تستوي والبطاطا تشرب المية اللي موجودة فيها. استوت والمية اللي فيها قليلة، يا دوبك اضربها. هضيف فيها قطعة من الزبدة. الزبدة دي هتطعمها، هتخليها خطيرة جدا، وهتخلي طعمها خرافة. هضيف عليها معلقتين من جوز الهند. هضربها وهخليها ناعمة تماما. حابة اسيب فيها قطع بالشكل ده عشان احس بطعم البطاطا وانا باكلها. الطاجن اللي هيدخل للفرن هنزل فيه بالبطاطا بالشكل ده. عايزه اقول لك والله الزبده، وطبعا عشان هي زبده بلدي، مدياها تست حلو قوي. هفردها في البايركس بالشكل ده وهسويها. كوبايه من الحليب في نفس الحله اللي سلقت فيها البطاطا. هضيف معلقتين من الكريم شانتيه، معلقه من السكر، معلقه من النشا، ومعلقه من الدقيق. كل المكونات دي هقلبها على البارد، وبعدين هرفعها على النار تغلي وتنعم. الكريم شانتيه مخليها مش محتاجه حاجه، لكن انا عاشقه للزبده البلدي، بحبها، باكلها كده قطعه صغيره. هنضيفها على البشاميل بالشكل ده وقلبي واستمتعي. كل ما كانت الحاجه غنيه، كل ما طعمها راح في مكان تاني خالص. لو ضفتي كريم شانتيه ما تضيفيش اي حاجه تاني، ولو ضفتي زبده ما تضيفيش اي حاجه تاني. لكن لو ضفتي الاتنين هيبقى اخطر واخطر، هيبقى بشاميل خطير جدا. وهنزل على البطاطا بالبشاميل بالشكل ده. يا جماعه يا جماعه، ريحته اكيد واصله لحد عندك. اعتقد هي مش محتاجه زبده ولا قشطه، محتاجه سكر عادي، سنترفيش عادي كده. هغطي البشاميل بالسكر، هو مش هيدي سكره، هو هيتكرمل. هنا هندخلها الفرن تحت الشوايه، السكر ده يتكرمل، البشاميل ياخد لون من كرمله السكر، والطاجن البطاطا بالبشاميل بالكراميل يروح في مكان تاني. ما تخافيش من سكرة السكر مش هيكون مسكر، السكر هيتكرمل وهيدي لون وتست خطير جدا. هدخلها الفرن تحت الشواية 5 دقايق بس السكر يتكرمل، وبعدين هنكمل الوصفة مع بعض. طلعت من الفرن ومقربه لك الصورة، هي سخنة جدا، مقربه لك الصورة قوي علشان تشوفي السكر داب وبقى كراميل ومبقاش موجود خالص. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومة بسيطة، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.